الجزء الأولاني الناس اللي مؤيدة إن السيرة الذاتية لازم تكون بتوصف الشخصية كما هي بسلبياتها وإيجابياتها، والجانب التاني الناس اللي هي شايفة إن الشخصية دي كانت كويسة جدا فبيعرضوا الحاجات الكويسة في حياته علشان يفيدوا الناس التانيين. كل الكلام ده اجمعه كده في الخلاط، وشوف واحد عايز يحقق نجاح يبتدي بدل ما يركز على الجوانب المجهود اللي عمله او الفيلم ما يبرزلوش ان هو المجهود ده كان مجهود فائق، ولكن يركز على ان الشخص ده كان عايش حياته بالطول والعرض وحياته مليانه عيوب. وتوقع بقى ان بيستقبل كل المعلومات او كل السلبيات من الشخصيات دي كلها، هيتصور النجاح بيتعمل ازاي. صحيح احنا ضد فكرة ان النجاح ليه خط مستقيم وان هو مصحوب بالاجتهاد وكل الكلام ده، يعني في ناس اكتر استقامة منهم ولكن محققوش النجاح، وفي ناس زي اللي ذكرناهم كان عندهم مشاكل وسلبيات كتيرة ولكن حققوا النجاح. عشان كده بنتكلم على ان الموضوع النجاح دايما ما بيتقسم موضوع انت بتقدم ايه، في ظروف كتيرة قوي بتفرق، موضوع البلد اللي انت اتولدت فيها، موضوع الوقت اللي انت اتولدت فيه، موضوع الفرص، موضوع الحظ، كل الحاجات دي بتأثر على النجاح الشخص. لكن كنا ان احنا ناخد مثلا نماذج زي اللي حصل او نطبق طريقة حياتهم عشان نستفيد بيها في حياتنا ونشوف ان ده سبيل النجاح، هي دي المشكلة. وهو ده رأيي ان دايما انا معترض على فكرة الافلام اللي بتتكلم عن